هو انت بتعملي ايه؟ الاكل ده على قد وجوزي بس. يا بنتي عايزه اكل عشان اخد العلاج يا بنتي. ايه؟ ما تجيبي يا اختي من معاكي وكلي، وانت لازم تاكلي من اكلنا؟ ما ده اكل ايه ابني اللي جايبه؟ ابنك اللي جايبه؟ وابنك ده يا حبيبتي جوزي، يعني لازم الم العيشه واخاف عليه. وفي ايه يا اسماء؟ يا عمرو يا عمرو تعالى شوف مراتك بتعمل فيا ايه يا عمرو. ايه ده؟ ايه الصوت العالي ده؟ في ايه؟ مالك ياما؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا بتزعقي عمرو. ليه كده؟ ما بزعقش يا عمرو، انا بص مش هسكت على اللي بيحصل ده بعد كده. في ياما انا زعلتك في حاجه؟ انت ما زعلتنيش، بس انا مش هسكت على اللي مراتك بتعمله فيا يا عمرو. اسماء مالها؟ اسماء عملت معاكي ايه؟ شالت الاكل من قدامي، كنت هاكل لقمه عشان اخد العلاج. اسماء شالت الاكل من قدامك؟ ايوه، وقالت لي خلي ابنك يجيب لك. اوعى تكوني ياما بتفتري عليها. من امتى وانا بفتري عليها يا عمرو؟ وانت عارف ان انا مفتريه؟ يا اسماء والله يا ابني انا ما قصدي اخرب عليك، بس مراتك هي اللي خلتني اعمل كده واقول لك. ايه يا اسماء؟ ايه يا عمرو مالك في ايه؟ ايه اللي امي بتقوله ده؟ ايه اللي بتقوله يعني؟ انت بتشيلي الاكل من قدام امي؟ ايوه بشيل الاكل من قدام امك يا عم، عشان الاكل على قد انا وانت بس، وبعدين ما تطلبش مني ان انا اعمل نفر تالت معانا. نفر تالت؟ نفر تالت. هو الاكل اللي على قد انا وانت ده دافعه فلوسه من جيب اهلك؟ انت بتفكري ازاي؟ يا عمرو هو انت مش جوزي ولا ايه؟ وبعدين انا لازم اخاف على عيشتك والم العيشه مش هقدر. وزي ما انا جوزك هي امي، وهي رقم واحد في حياتي، وساعتها لو خيروني بينك وبينها امي تكسبك مليون مره. بقى كده يا عمرو بقى بتعمل معايا كده عشان امك؟ بعمل معاك وبعمل مع اي حد اي حاجه علشان خاطر امي، عشان اللي انا فيه دلوقتي، وبعرف اجيب لك اكل وشرب وتملي تلاجتك بفضل دعوه امي. اسمعني بس يا اسماء، بس عشان الكلام ده ايه تحفظيه وتحطيه حلقه في ودانك كويس قوي. وانا مش حاطه لها اكل تاني يا عمرو، مش عامله حسابها في اكل، واللي عندي انا قلته لك. طب اسمعيني بقى، لو ما طلعتيش الاكل ده دلوقتي واعتذرت لها وقلت لها حقك عليا، تلم هدومك وتمشي، لان ساعتها مش هتبقى على ذمتي اليوم واحد يا اسماء. بقى كده يا عمرو بقى بتعمل معايا كده عشان امك؟ ما تزعليش مني يا امي، ما تزعليش، هي هتجيلك دلوقتي وهتعتذر لك، حقك عليا انا. انا يا عمرو مش زعلانه، ما كنتش عايزه اعمل مجهود. هي جت اهي خلاص يا امي. اتفضلي الاكل يا حماتي. بقول لك ايه يا بنت، انت تحطي الاكل بطريقه احسن من كده وتتكلمي بطريقه احسن من كده. تاني يا عمرو بتزعلي عشان خاطر امك، وبعدين انا حطيت الاكل زي ما انت قلت، وانت عايز ايه مني تاني؟ عايزك تعتذري لها وتقولي لها حقك عليا وانا اسفه ومش هعمل كده تاني. ايه اللي انا قلته يتسمع. خلاص يا عمرو انا مش عايزه بس يا امي مالكيش دعوه، يلا. حقك عليا يا حماتي، وبعدين الاكل اهو كلي يلا عشان تاخدي العلاج. طيب قومي بقى اعملي لنا شاي. هعمل لك الشاي. يلا تتنحي. يا عمرو انا مش عايزه. حقك عليا يا ست الكل، ولا مشاكل ولا حاجه، خدي كلي يلا ناكل سوا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي يا ست الكل، كوبايه الميه وادي العلاج بتاعك خديه. تسلمي لي يا اسماء، تسلمي لي يا حبيبتي. حقك عليا بقى، انا والله العظيم مع الايام اللي فاتت دي غصب عني، انا افتكرتك هتقسى عليا وكده، فكان لازم اكون قدامك شديده يعني. يا اسماء انا بعتبرك زي بنتي، وعمرو يعني اختارك، يوم ما اختارك انا بقيت فرحانه ان انت كويسه، وعمرو ما يستاهلش منك المعامله دي. ربنا يخليكي لينا، بس انا برضو ما تزعليش مني، لازم اوفر برضو في العيشه، وانت عارفه ان العيشه بقت غاليه. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. انا شايفكم كده بتضحكوا حلوين وزي الفل. بفهمها والله يا عمرو، يعني مسؤوليه بيتها تمشي ازاي، وتعاملك ازاي، وتعاملني ازاي، لان انا في مقام امك، ومصير مرات الابن هتبقى حما يا حبيبتي. انت عندك حق في كل كلمه بتقوليها يا ماما. انت اخدت العلاج خلاص بتاعك؟ اخدته يا حبيبتي الحمد لله بالشفا حبيبتي. بص يا اسماء، انا هقول لك كلمتين اتنين. في يا عمرو ما انا كلمت ماما، انا زي الفل، انا زي الفل، واهم حاجه ان انتوا الاتنين تبقوا سمنه على العسل. انا كده مرضي وكله تمام حبيبتي. ماشي، بس شوفي امك وشوفي حماتك واعملي زيهم. حاضر يا شوفي امك وشوفي حماتك واعملي زيهم، كما تدين تدان. حقك عليا يا عمرو، انا عارفه ان انا جيت عليك الايام اللي فاتت دي، وجيت على ماما برضو، بس هي غير هدومي عشان الشغل، انا مش زعلان من حاجه خلاص يا عمرو. قبل ما تغير الهدوم اسمع بس مني اهو، انا عايزاكم تبقوا مرضيين مع بعض كده، ما بقاش سبب في مشاكل ليكم. لا يا ست الكل، انت سبب في البركه اللي احنا فيها وسبب في الخير، واحنا زي الفل. يبارك لك ربنا يا حبيبي. عليكم السلام. ايوه يا ست الكل، انت فعلا سبب البركه اللي احنا فيها دي، وانا عارفه ان ربنا بيرزق عمرو عشانك انت مش عشان انا. يا رب يرزقك يا بنتي بالخلف الصالح. بالشفا حبيبتي. تسلمي لي، ربنا يهديك يا بنتي، ربنا يهديك يا رب.